السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الكيكة. هاد الكيكة بكريمة الحامض، وهي مورانغي، يعني كيك مورانغي بكريمة الحامض. لهاد الكيك غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، كاس عنبة ديال الحليب السائل بارد، كاس ديال السكر سنيدة، نص كاس ديال زيت المائدة، كاس ونص دائما عبار العنبه، كاس ونص دقيق ابيض، قشره ديال حامضه محكوكه، واحد كيس سكر فانيلا، وجوج كيس من السكر من خميره البيكين باودر ولا خميره الحلوى. كل كيس كيوزن 7 غرام، اي المجموع 14 غرام. الطريقه سهله بحال ديما. غادي ناخذ المقادير ديال الكيك الا الدقيق والخمارات، نديرهم في الخلاط يتخلط لنا كلشي مزيان، وعاد نوليو نضيفوا الخميره والدقيق. الخليط ديالنا ديال الكيك ها هو. من خلطته غادي نضيفوا الاناء اللي درت فيه كاس ونص ديال الدقيق مع جوج ديال الخمارات ديال الحلوى اللي كيوزنوا بجوج واحد 14 غرام، وغادي نخلطهم. على فكرة ممكن تعوضوا الحليب بواحد الكاس ديال الياغورت، ولا كان الذوق ديال الحامض يكون احسن بزاف. الخليط ديال الكيك ديالنا ها هو. من يتخلط ممكن ما يكفيكمش كاس ونص ديال الدقيق، الدقيق من كاس ونص حتى لجوج كيسان. الا ما كفاكمش كاس ونص زيدوا نص كاس اخر حتى تحسوا بالقوام ديال الكيك العادي ديالنا. دابا غادي نخويها في المول ديالنا ديال لي طارت. الكيك ديالنا هو فرغته في المول ديال لي طارت، هو هذا. دابا غادي ندخلها للفران طيب. غادي تاخذ لينا واحد 20 دقيقه ونخرجوها، عاد نوليو نوجدوا لا كريم ديال الحامض مع بعضياتنا. الكيكه ديالنا ملي دخلناها الطيب، دابا غادي ندوزو نوجدوا الكريمه ديال الحامض. هاد الكريمه ديال الحامض غادي نحتاجوا لها 3 ديال اصفر البيض، واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، غنحتاجوا لها ايضا واحد العصير حامضه وقشره ديال حامضه محكوكه، وواحد 3 المعالق ديال الزبده. اول حاجه غادي ناخذ الحامض نديروه في اناء، نزيدوا عليه السكر سنيده، ونزيدوا عليه هذاك اصفر البيض ديالنا، قشره ديال الحامضه محكوكه، والزبده. غادي نخلطوا هاد المكونات كامله وغادي نديروها فوق البوطه على عافيه مهيله، ونبقاو نحركوا حتى تتعقد لينا الكريمه شويه، وندوزو باش نديروها فوق لا طارت ديالنا ولا الكيكه ديالنا. الكريمه ديالنا ديال الحامض مني خلطتها درتها فوق البوطه، هاي بلا نشا بلا والو كتعقد، لان هذاك اصفر البيض كيعقدها كيولي بحال هكا. دابا غنصبها مباشره في الكيك ديالنا اللي طابت وخرجتها من الفران. غادي نصبها فيها وندوزو لا مورانغ، نحضروا لا مورانغ ديالنا باش نديروها فوق لا كريم، وعاد نوليو ندخلوها للفران طيب غير من الفوق. الكيك ديالنا ها هي وزعنا فوق منها هذيك الكريمه ديال الحامض. دابا ندوزو باذن الله نحضروا المورانغ ديالنا. بالنسبه للمورانغ ديالنا غادي نحتاجو فيها 3 ديال ابيض البيض اللي شاطلينا من اصفر البيض اللي درنا في الكريمه ديال الحامض، نديرو معها كاس عنبه ديال السكر سنيده، وواحد القبيصه ديال الملح. غادي ندير ابيض البيض في اناء، وغنضيف ليه ديك قبصه الملح، وغادي نخدم الطراب
هذا الكهربائي ونطلعه حتى يولي يرغوي لينا شويه، وعاد نبدا نضيف السكر سنيده بشويه شويه وانا كنطرب حتى تطلع لينا لا مورينغ ديالنا. دابا من رغوا لينا ابيض البيض بحال هكا، دابا غادي نبدا نضيف السكر بشويه بشويه، ندير بحال نقسمو على 3 المرات ونخلط حتى يطلع لينا، ونضيف ثاني النص الثاني ونكمل الكميه اللي عندي وانا كنطلع حتى تطلع ليا لا مورينغ ديالي. لا مورينغ ديالنا دابا ها هي وجدات. باش نعرفوا لا مورينغ ديالنا وجدات، هانتو مني كنهز الباطور ديالي لا مورينغ كدير لنا هاد لو باك اللي ما كينزلش لينا من الطراب، من لي فوي ديال الطراب. دابا المورينغ ديالي جاهزه، انا غنديرها، ممكن ديروها في البوش وديروا تزيين كما بغيتو، ممكن ديروها غير عشوائي فوق من الكيك ديالنا، فوق من هذيك لا كريم. انا غادي نديرها فوق الكيك ونوريها لكم كيف غادا تولي، وعاد نوليو ندخلوها للفران والعافيه تكون غير من الفوق. لا طارت ديالنا ها هي، ملي درت فيها فوق منها هذاك لا مورينغ، دابا حطيته انا غير هكايا، غنبدا نديرها بحال هكايا بالمعلقه، بالظهر ديال المعلقه بحال التموجات. صافي بركه عليها. دابا غادي ندخلها للفران، العافيه كيف قلت تكون شاعله من الفوق فقط، نخليو غير حتى يذهب لينا لا مورينغ ديالنا، ماشي يتحمر، غير يوليو فيه شويه تموجات الفوق الذهب وتعطينا واحد اللون زوين، ونخرجوها من الفران. لا طارت ديالنا ها هي مني خرجت من الفران، خليتها تحمرات غير شويه صافي، وكنخرجوها غنخليها حتى تبرد، عاد نحيدها نديمو ليها من المول ديالها وغادي نقدموها بالصحه والراحه. الكيكه ديالنا بالحامض ولا مورينغ ها هي مني وجدات، زولتها من المول ديالها ودرتها في طبق التقديم في الطبسيل ديالنا. ها نشوف كيف كتجي، ها هي الطبقه، طبقه الكيك، الطبقه ديال الكريمه د الحامض والطبقه ديال لا مورينغ. هاد الكيكه كتجي منعشه بزاف ولذيذه، صدقوني غير جربوها ما غتندموش عليها. ما تنساوش اللي عجباتها الوصفه كيف كنقول ديما ساعدوني بنشر الوصفات ديالي وذلك بمشاركتها مع الاصدقاء. لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بكل جديد شهوات العربي. ها هي كيف كتشوفوا، وبنكهه وبلذه ديال الحامض، يا سلام. نتمنى تجربوها وتعجبكم. اللي عجبتها الوصفه تخلي كومونتير اسفل الفيديو، وممكن تلتحقوا بي عبر صفحتي عبر الفيسبوك شهوات العربي. والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.